أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل الثقافية في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم في وصف مصر، في حب مصر، بلدنا الجميلة، وطننا الغالي. اسمحوا لي بداية أرحب بزميلتي الفاضلة رينيا. سلام، أحلى سلام عليك يا رينيا. زميلتي العزيزة عبير، أهلا بيكي ودايما منورة معايا البرنامج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة في هذا الشهر الكريم الذي ننتظره من العام للعام. وزي ما بنقول دايما، رمضان في مصر حاجة تانية. رمضان في مصر أجواء روحانية جميلة، وبصراحة كل الوافدين يعني ليس فقط على المستوى المحلي نعم. من كافة المحافظات والأقاليم، لكن كمان وافدين من كافة أنحاء العالم. ده حقيقي. معانا النهاردة يا رينيا مع مشاهدينا إن شاء الله لقاءات يا رب تنول إعجابكم ورضاكم. من ضمن اللقاءات هنشرف بلقائنا مع الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بدمنهور جامعة الإسكندرية، وهنتكلم بقى على الصورة اللي هي بتبقى بمليون كلمة، صورة تاريخية أثرية جميلة، وفي إطار مصرنا الحبيبة عفوا، ومصر الحديثة على الوجه التحديد، وليس فقط في مصرنا القديمة. يمكن دايما بنقول ان رمضان هو روح مصر، لان دايما بيبان فيها العادات والتقاليد والاجواء الجميله التي تمتلئ بالموده والرحمه، والاذان الذي يعلو دائما، وبالادعيه ايضا، والمدح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في ليالي رمضان الكريم. ومن خلال موقع الهيئه العامه لتنشيط السياحه تم اطلاق حمله ترويجيه تبرز الاجواء الاحتفاليه في شهر رمضان، واللي هتكلمنا عنه النهارده دكتوره داليا هلال، الخبير السياحي والفندقي. وهذه الحمله وازاي نقدر ان احنا ندعم هذه الحملات كنوع من تنشيط السياحه الدينيه، وخاصه في هذا الشهر الكريم. هتفرق كتير قوي لما اعمل عمليه جذب سياحي، بدءا من توعيه المواطن بكيفيه التعامل مع الوافد السياحي القادم عليه في بلدنا الحبيبه. طبعا طبعا كده باذن الله يا رب فقراتنا تحوز على اعجابكم. خلينا مشاهدينا الكرام نروح مع بعض الفاصل، ونرجع لكم بعد الفاصل مع زميلتي العزيزه دكتور عبير عشان تبتدي معاكم اولى فقراتها باذن الله. خلينا نخرج مع بعض الفاصل ونرجع لكم.